السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة طاجن الكوارع في الفرن. ناس كتير ما بتحبهاش أو ما تعرفهاش. النهاردة بس هنغير فكرتك عنها وعن شربتها وعن طعمها وريحتها نهائي. طريقة الكوارع دي مش بس هتنسيكي أي طريقة تانية فاتت، ده انت كمان هتعمليها بأحلى لون وطعم، وهتبقي أستاذة فيها. واللي ما بيحبهاش هيطلبها منك وهو اللي هيخلص عليها كمان. هنسمي الله ونصلي على الرسول، وقبل ما نبدأ وصفتنا هنقول بس بعض الشروط كده اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتري الكوارع. إن الكوارع الأمامية بتكون أتخن وأملى من الكوارع الخلفية، فلازم ناخد بالنا جدا من النقطة دي، وإن الجزار يجيب لنا دايما من الكوارع الأمامية، أو على الأقل تشكلي جزء من الأمامية وجزء من الخلفية، وما يضحكش عليكي ويديكي كلها من الكوارع اللي في الخلف. ولازم نعرف برضو ان الكوارع بتاخد وقت طويل جدا في السوى على البوتاجاز، ممكن تكون ساعتين واكتر كمان من ساعتين او 3 عشان تستوي السوى الكامل وتبقى فيه جاهزة على الاكل على طول. اول حاجة طبعا هنعملها بعد ما نجيب الكوارع من اللي عند الجزار، وطبعا بتكون متقطعة التقطيعة اللي انت عايزاها. انا هنا مقطعاها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، وممكن تقطيعة اصغر وممكن تقطيعة اكبر على حسب ذوقك. وطبعا بتيجي متنضفة جدا زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى شمع ما فيهاش اي شعر ولا اي لون غامق، بتبقى انت كده مطمنة انها زي الفل. بتجيبيها وبتنقعيها في مية كده زي ما احنا شايفين، وبنعصر عليها ليمونتين او اكتر زي ما انت عايزة، وبتسيبي قشور الليمون جوه المية اللي انت نقع فيها الكوارع. وبعد كده هننزل عليهم بنص كوباية من الخل، ونسيبهم بقى شوية كده في المية، الليمون مع الخل، لحد ما نحس فعلا ان الكوارع ريحتها فعلا بقت زي الفل. وبعد كده هننزل على الخليط ده بمعلقتين او 3 من الدقيق، وندعك بقى قطع الكوارع بتاعتنا بالخليط ده، المية مع الليمون مع الخل كويس جدا، وما بين الجلد وما بين العظم، لحد فعلا ما نتأكد ان ما فيهاش اي ريحة زفارة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده. وهنسيبها بقى لمدة ساعة او اقل. يعني كل ما سبتيها فترة اطول في المحلول اللي احنا عملناه ده، المية والملح والخل والليمون، هتبقى طبعا انضف بكتير، ومطمنة طبعا ان ما فيهاش اي ريحة زفارة. زي ما احنا شايفين كده انا بخلي الخليط ده جوه الجلد بتاع الكوارع عشان ابقى مطمنة ان ما فيهاش اي ريحة زفارة. هتكون بقى معايا حلة كبيرة على النار فيها مية مغلية، وانزل بقى بقطع الكوارع بتاعتي واحدة ورا التانية كده في الحلة بتاعتي، وهاخدها كده غلوة لمدة 10 دقايق، مش هكتر عن كده. انا عايزة بس اخلي ريحة الكوارع تنزل جوه المية اللي انا بغليها دي. انا مش هسلقها فيها، لا دي هتاخد غلوة بسيطة كده لحد ما تبقى توصل معايا تبان بس الفقاقيع كده بتاعت الغليان، زي ما هنشوف كده في الخطوة اللي جاية. شايفين هي بتغلي كده خلاص. هطلع بقى القطع الكوارع بتاعتي كلها من المية، والمية بقى اللي انا استخدمتها دي طبعا انا هستغنى عنها خالص وهكبها، وهحط الحلة بتاعتي بقى على النار بمية نضيفة خالص وتوصل لدرجة الغليان، عشان انزل بيها بقى بالكوارع بتاعتي اللي انا طلعتها من المية الاولانية. زي ما احنا شايفين كده انا طلعت خلاص الكوارع من المية، واستغنيت خالص عن المية دي، وحطيت مية نضيفة خالص وسبتها تغلي. وجبت بقى طماطم وبصل ورق لورا وحبهان. مش هحط توابل اكتر من كده يا بنات، الكوارع ما يتحطش فيها اكتر من كده، وشوية فلفل في الاخر خالص، انما ما كترش من التوابل عشان ما تغطيش على طعم الكوارع بتاعتي. هنا بقى في الخطوة دي أنا بدأت أنزل بقى بالكوارع بتاعتي واحدة كده ورا التانية مع البصل والورق اللورا والحبهان والطماطم، وأسيبها بقى تغلي على النار مع نفسها كده واحدة واحدة لحد ما تستوي. شايفين بقى الجمال؟ وممكن نكتر بصل كمان عن كده على حسب ما انت عايزة، لو بتحبي البصل كتير في الشوربة ممكن تزودي عن كده كمان. وهغطي بقى وهسيبها تغلي. هتقولوا لي بقى تقعد قد ايه على النار؟ هتقعد على النار مش اقل من ساعتين. وبعد كده تبصي عليها، عايزين مقياس السوى بتاعنا نعرفه لما نحس ان الجلد الخارجي قرب ينفصل عن العظم. كده احنا لسه مستوتش، لسه برضو جامدة، ولسه الجلد الخارجي ملزوق في العظم، يعني لسه ما وصلتش لدرجة السوى. شايفين الشوربة جميلة وبيضة ورايقة ازاي؟ تحفة جدا، ولا الطعم كمان تحفة.
وكل ما احس ان الميه قلت لازم ازود ميه مغليه، ما احطش ميه ساقعه يا بنات ولا من الحنفيه، لازم احط ميه مغليه. طب لو حطيت ميه ساقعه الشوربه بتاعتنا هتسود. نيجي بقى نسيبها تغلي كده مع نفسها كمان، وبعد كده الطاسه بقى على النار، وبرده الشوربه شغاله. طاسه على النار بقى في الجنب التاني، واحط معلقه سمنه كبيره، وهنزل على معلقه السمنه الكبيره دي بمعلقه توم كبيره، وهقلبها بقى كويس كده مع السمنة لحد ما ريحتها بس تطلع. انا مش هحمرها جامد ولا غمقها ولا حاجة، انا محتاجة بس ريحة التوم كده تظهر وتبان. كل ده والكوارع جنبي شغالة انا متابعاها لغاية ما تستوي. واكون محضرة بقى 3 أو 4 طماطمات كبار، اعصرهم بقى كويس في الخلاط ناعم خالص، وهنزل بقى على التوم بتاعي بعصير الطماطم واحدة واحدة كده لحد ما تتسبك خالص، والمية بتاعت الطماطم تنشف، وتبقى عندي صلصة كده طماطم بالثوم. وده هيكون الصوص بتاعي بتاع الكوارع اللي انا هفرده في القارب او في الطاجن جوه الفرن. وبعد كده هنزل بقى بالملح والفلفل على صلصة الطماطم بتاعتي، وهسيبها بقى لحد ما تتسبك كده مع نفسها. واروح بقى ابص على شوربة الكوارع اطمن عليها، الاقيها خلاص ما شاء الله بقت زبدة خالص، وبدأت الطبقة الخارجية تنفصل عن العظم، يبقى كده احنا تمام. والشوربة ما شاء الله رايقة وزي الفل. انزل بقى عليها بالملح والفلفل. احنا عارفين ان اخر حاجة بنحطها في الشوربة هي الملح، فانزل عليهم بقى بشوية ملح وشوية فلفل، واعمل حسابي في الملح ان انا حطيت ملح برضو على الصلصة او على الصوص بتاع الكوارع. وابص بقى على الصوص الاقي ما شاء الله اتسبك اهو بقى جميل جدا. وهروح بقى محضرة القارب بتاعي، وهحضر الفرن، هسخنه طبعا على درجة حرارة عالية، وابدأ بقى ارص الطاجن بتاعي. هنزل بقى بنص الكمية بتاعتي من الصلصة أو من الصوص بتاعي بتاع الطماطم والثوم في القارب زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. وهنزل بقى بالكوارع بتاعتي بعد ما طلعتها من الشوربة وسبتها تتصفى خالص، بحيث ان الكوارع بتاعتي كلها يطولها الصلصة سواء من تحت أو من فوق، زي ما احنا شايفين كده واحدة ورا التانية. ونتأكد ان خلاص فعلا كل القطع بتاعتي استوت تمام التمام. وبعد كده هنزل بقى بكمية الصلصة اللي فاضلة عندي فوق الوش، هغطي بيها وش الكوارع كلها، بحيث ان كل الكوارع يطولها صلصة. لازم اغطيها كلها بحيث ان طعم الصلصة بالثوم يدخل جوه ثنايا الكوارع، زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. طبعا ريحتها تحفة جدا. هنزل عليها بقى بكبشتين حلوين كده من شوربة الكوارع بالمنظر ده كده، عشان ازود حجم الصوص من تحت وتكمل سواها وتحمر شوية من على الوش. شايفين منظرها تحفة ولا ريحتها؟ ريحتها ما شاء الله حاجة كده، يعني آخر عظمة. طبعا اكون بقى مجهزه الفرن زي ما قلنا قبل كده على درجه حراره عاليه، وادخل بقى القارب بتاعي كده لمده تلت ساعه. وبعد كده اشغل الشوايه لمده 10 دقايق تاخد لون بس بسيط كده، مغيبش عليها، علشان طبقه الجيلاتين اللي في الكوارع ما تنشفش مني وتبقى طعمها مش حلو. شايفين ما شاء الله انا بغرز الشوكة وبفصل الجلد عن العظم بمنتهى السهولة، حقيقي بقت زي الزبدة، خاصة بعد ما طلعت من الفرن وخدت اللون الجميل ده. وريحتها ملت المطبخ مع ريحة صلصة الطماطم والثوم، بقت فعلا تجنن. شايفين بتنفصل عني عن العظم بكل سهولة. هنعمل بقى جنبها رز ابيض او تتاكل بالعيش، سواء ده او ده طعمها فعلا بيبقى تحفة. وبكده بتطلعي احلى طاجن كوارع، هتغيري فكرتك فعلا عن الكوارع بالطريقة دي، وهتنسي فعلا اي طريقة تانية. اتمنى اللي شاف الوصفة وعجبته ينزل على طول يعمل لايك للفيديو واشتراك في قناتي لو اول مرة يشوفني، ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد من قناتي. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. نورتوني وشرفتوني في قناتكم بيتنا جديد مع غدا خطاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.